عيني هوا. الله الله الجمال ده، الحياة حلوت من امتى. الله الله الجمال ده، الحياة حلوت امتى. هوا 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 ملا قلبي وملا عيني هوا. الفكرة الأول كانت جات لي بالصدفة، احنا على طول بنهزر وكده، فجت بالصدفة إن أنا رحت رافع التليفون في مرة وعملنا حاجة كده هزار، كأني شباب بيهزروا مع صحاب بيهزروا مع بعض. فبعد كده جه محمد اقترح إن احنا نعمل حاجة أغنية، يعني نعمل زي أغنية، فعملنا أغنية الفنانة سميرة سعيد هوا هوا، وبعد كده محمد بعتها للفان بيج بتاعتها. حلال عليك لا، حلال عليك لا لا لا، حلال عليك لا، حلال عليك لا لا لا، حلال عليك. كان في بقى رد فعل غريب، لقينا اصحابنا اللي عارفيننا اللي بيشوفوا بدأوا يمنشنونا في الكومنتات، فمحمد قال لي لازم نعمل بيج دلوقتي ونحط فيها الفيديوهات دي. فيديو عدى جاب رقم في وقت قليل، في وقت قليل جاب في اول 3 ساعات ولا حاجه عدى ال 100,000، والناس بدأت تعمل كومنتات ايجابيه يعني. بس من هنا بدأنا ان احنا نعمل الصفحه بتاعتنا اللي هي مصريين مجانين في المترو. والله هو مصريين بما ان احنا مصريين مجانين في المترو، ان احنا بنعمل حاجه غير عاديه، بنعمل حاجه اللي هو مفيش حد طبيعي هيعملها، مفيش حد طبيعي. كلنا كل المصريين بيضحكوا، كل المصريين بيحبوا الهزار والضحك، لكن مفيش حد جات له الجراءه ان هو يعمل ده قبل كده. لا كان في حاجه قبل هوا هوا، كان في حاجات فيديوهات هزار احنا الثلاثه، يعني اول فيديو نزل لينا هوا. وعايز اقول لك على حاجه، الناس اللي ورا في هوا هوا دول احنا ما نعرفهمش، يعني هم كان 3 اصحابنا. اوكي. وباقي الفيديو ده كله احنا ما نعرفوش اصلا، ناس من ركاب من المترو بينضموا لقونا بنهزر وبتاع مش عارف ايه، راحوا داخلين معانا بالصدفه وطلعوا برضو ناس يعني كوميديه جدا ودمهم خفيف قوي. فلقينا هو اتعمل بقى الحاله اللي انت شفتيها دي. ولولاكي لولا لولا لولا، لولاكي لولا لولا لولا، لولاكي ما حبيت، لا 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 لولاكي لولا لولا لولا، لولاكي لولا لولا لولا، والله ما غنيت. لقينا رد فعل الناس مبسوطه قوي. والاول الناس يعني في المترو، فكره انت اصلا تعمل فيديو، يعني اللي بيعلي صوته جوه المترو ده الناس بتبقى بتبص له كده، فان احنا فجاه جمدنا قلبنا ويلا نعمل، يلا نعبر عن نفسنا. يعني كل واحد فينا بيغني ويمثل ويعزف فنبين بقى الامكانيات دي، وفي نفس الوقت بشكل محترم مش مبتذل. يعني احنا ما بنعملش حاجه وحشه، احنا بنخش جوه نغني، نعمل موقف مضحك، محمد يقول حاجه فاحمد يقوم مكمل فانا اقوم مكمل، فنقفلها بافيه وما يزيدش عن دقيقه. بدات كده معانا لحد ما لقينا بقى الناس كمان، يعني في ناس بتبقى مخضوضه وبعدين بيبقوا مكسوفين، بعد كده بيبقوا داخلين معانا، فلقينا الموضوع حلو، وكومنتات الناس هي اللي خلتنا فعلا نكمل. فكرة الصفحة كمان بعد ما نزلت الفيديوهات عليها، كومنتات الناس بقى هي اللي خلتنا ده الموضوع بجد يا جدعان، يعني احنا كنا بنهرج، فكومنتات الناس ورسايلهم لينا على الصفحة ان هو ايه ده احنا بنموت كملوا، انتوا بجد عسل، انتوا مش عارف ايه. بقينا نقعد مع بعض احنا الثلاثة، يا جدعان ده بجد موضوع حلو، طب يلا نروح نعمل مش عارف ايه، ونخش نركب المترو عايزين نعمل. وسبحان الله ربنا مسهلها جدا. يعني مثلا ايه، محمد يقول ايه يا جماعه انا عندي فكره، فيعني زي فكره الكريسماس مثلا. يعني محمد قال لاحمد، قال له بقول لك ما تيجي نعمل حاجه بالعود. فمحمد قام ضايف، احمد قام قايل ايه طب بصوا احنا هنعمل عود وهنقول كذا. طب يا جماعه طب ما فهي بتيجي الاول ارتجال، وبعد كده سبحان الله بيبقى الموضوع ربنا مسهلها قوي. يعني احنا كده وكده في العادي بنحب اغاني التسعينات، بنحب الاغاني القديمه طبعا. لا هو التسعينات رقص، يعني عايزه ترقص فيها اي حاجه لحميد الشاعري طبعا. وفيها الافيهات دي اللي هي دلوقتي احنا دلوقتي لما بنيجي نسمعها يعني بيبقى عندك انت ربطاكي بحاجه زمان حصلت او حاجه وانت صغيره، فده بيبقى لما لجيلنا كله حاجه مبهجه لوحده، ان انت تسمعي اغنيه مثلا لسيمون او اغنيه لحميد الشاعري او اغنيه من الجيل دوت، فبتبقى حاجه مبهجه للناس كلها. يا ناس انا دبت في دباديبو والقلب مشعل في لهيبو. هو اللي حصل ان لما احنا عملنا الكومبو الفيديو ده،
فانا قلت لمحمد بقى اديت له ميشن زي ما عمل كده مع الفنانه سميرة سعيد يبعت له الفيديو يبعت له الفيديو فالظاهر هو حد عمل له منشن، حد عمل له تاج، حد عمل له منشن في كومنت، راح داخل راح كاتب 3 كومنتات، مره كومنت اول حاجه خالص كانت 3 كومنتات كده على الفيديو بيضحك هو، فايه خدنا سكرين شوت وتمام وبرده نزلناها. فبعدها بقى ايه الصفحه من كتر الحاجات اللي بتحصل عليها بتهنج، فاهمه؟ فبرجع كده بشوف ايه اللي حصل، انا ما شفتوش، لقيت ان في حد عمل لنا بوست، لقيت حميد الشاعري هو حميد الشاعري رحت عامل سكرين شوت ومنزلها وبعتها لازر واحمد على طول، قلت لهم يا جدعان ده حميد الشاعري مبسوط زي العسل يعني شهاده. فدي طبعا شهاده كبيره. دلوقتي احنا بنجهز لحاجه ان شاء الله كبيره، يعني في حد يعني اتبنى الفكره وهنعمل ان شاء الله حاجه كبيره يا رب تعجب الناس كلها. الناس حبت الموضوع لان الموضوع الناس دي طبيعيه، يعني كل فيديو لو ركزت هتلاقي مثلا ايه ما بنعرفش نمسك نفسنا، يعني احمد بيعمل حاجه ما بنقدرش فبنقع، فاللي هو في الفيديو بيتقتل يعني لالي ده كان اول فيديو ده هو نفسهم هم مش قادرين هيموتوا ليه بقى. هو ده جمال الناس على فكره بتفهم جدا، الشباب وغير الشباب يقولوا ايه العيال دي بتحب بعض، الناس دي عسل، حاسين كمان بالموضوع ده ايه ان الناس دي عندها يعني في كومنت مش قادر انساه، واحده بتقول ايه؟ بتقول الناس دي عندها مشاكل في حياتها جامده جدا، مشاكل طبعا محتاج علاج على نفقه الدوله يا ناس يعني في حياتهم ممكن يشوفوا حاجات ومع ذلك بيتمردوا على ده وبينزلوا يبينوا مواهبهم بالظبط كده. يعني احنا اللي بندي نفسنا فرصه، لان كل واحد عنده حاجه. في واحده بعتت لنا مسج اللي هي التعبانه، كان في حد عنده دي بقى في حد كان عنده كانسر، دي اشعرتنا اقسم بالله. والرساله دي كانت في اول 2 أو 3 للبيج ومش مصريه، يعني هي مش فاهمه اللي احنا بنعمله ده ايه، فراحت بعتت، حتى انا خدتها سكرين شوت وحطيتها على البيج، وقالت لنا انتوا بجد بتبهجوني وبتخلوني اضحك وانسى الالم يعني. فطبعا ديت حصل لنا يعني اللي هو ايه باصص بتهزر ولا بتتكلم جد. احنا فالموضوع بدا اللي هو ايه، وناس كتير بدات تخش في مسؤوليه بدات تخش. لا وهنا في المعهد كمان نيجي المعهد ايه ولا كل ما حد يشوفنا يقول لنا انا في ناس ما تعرفكوش مش هيقرا الفيديو بتاعكم انتوا شهرتوا. ايوه فاللي هو شهرنا امتى؟ احنا لسه منزلين فيديو امبارح فاهمة؟ كل بقى احنا كنا في الاول مستغربين جدا، بس يعني دلوقتي الموضوع بالنسبه لنا بقى علينا لود اكتر. احنا بنصور الفيديو الواحد مثلا بناخده 3-4 مرات عشان يطلع عشان ناخد احسن حاجه، عشان بنخاف انه دمه تقيل ونقعد نتفرج واسي يقول لا انا مش عاجبني دي، فاحمد يقول له لا دي حلوه، فاهمه الموضوع بقى يعني بالاغلبيه يعني وفي الاخر احمد اللي بيمشي كلامه برضه هو ده البص بتاعه. الدراسه واحنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نتخرج، بنتمنى ان احنا ان شاء الله نتخرج على خير يعني. الحمد لله برضه على مستوى الدكاتره كلها بتحبنا هنا في المعهد، وبرضه بنقدم لهم شكر كبير هنا، لان هم بجد بيشجعونا ان احنا نكمل، بيشجعونا لما شافوا اللي احنا بنعمله والكلام ده كله، كل واحد بقى يدينا رايه يعني زي اب او ام لينا، فاحنا برضو مبسوطين من الموضوع ده جدا، لان هو في الاخر هو مش مدرس بس مزيكا او هو مش مدرس في كليه، هو بيبقى فنان في الاخر. يعني مش هنقدر نقول لهم حاجه انه انبسطوا، يعني يعيشوا حياتكم ويضحكوا ويهزروا. لا وبجد في يعني للاسف بقى عندنا شويه يعني بوضوح، يعني بقينا شويه كؤبه سلبي، هو سلبي دايما رداته لا سلبيه. مش سلبيات والله، لا احنا بنقول يعني احنا مش عايزين ما انا عايز اقول ده يعني ايا كان المشكله كلنا عندنا مشاكل، بس هنتغلب على ده ازاي؟ بجد نضحك يعني ما نيأس ابدا، هو دي اهم حاجه، انت تستمتع والبلد تبقى احلى ان شاء الله، والبلد تبقى حلوه. دلعنا كيفك دلع يا ولا، روح وابعت لي طيفك يحل المسألة يا ولا اتدلع يا ولا أمان بحبك وقلبي سعيد
قدام لو